عمرك فكرت ليه الناس بتحب براند مش هو الأفضل؟ ليه في حد ممكن يدافع عن آيفون كأنه ابن عمه رغم إن في موبايلات أقوى وأرخص؟ أو ليه ناس بتركب بي ام دبليو مش عشان الأداء لكن عشان الإحساس؟ السر مش في المنتج، السر في العلاقة. البراند اللي بينجح مش اللي عنده مواصفات أعلى، لكن اللي بيعرف يلمسك في منطقة أعمق، منطقة الانتماء. خليني أقول لك مثال بسيط. في التسعينات لما بيبسي كانت بتواجه كوكاكولا في السوق الأمريكي، التجارب العامية كانت دايما بتثبت إن الناس تفضل طعم بيبسي. بس أول ما يعرفوا إنهم بيشربوا كوكاكولا، الرأي بيتغير. ليه؟ لأن الكولا بالنسبة لهم مش مجرد مشروب، دي ذكريات، إعلانات، أعياد ميلاد، أفلام. دي إحساس بالراحة والانتماء. البراند بيبدأ في السوق لكن بيعيش في الذاكرة. يعني الناس ما بتشتريش المنتج اللي في الإيد، بتشتري القصة اللي في الدماغ. حتى لما تسأل شخص ليه بتحب أبل، هتلاقيه بيقولك كلام غريب زي بحس إنها أنا، أو عشانها مختلفة. الكلام ده ملوش علاقة بالبروسيسور ولا بالكاميرا، ده حب بين الإنسان والرمز. الناس مش بتدور على الأفضل، الناس بتدور على الأقرب، على البراند اللي بيشبههم، اللي بيحسسهم إنهم مفهومين مش مستهدفين. وده الدرس لأي براند جديد. مش لازم تكون الأقوى ولا الأغلى، لكن لازم تكون الأصدق. لأن العلاقة بين الناس والبراندز ما بتتبنيش بالعروض، بتتبني بالإحساس. في النهاية، النجاح الحقيقي مش إن الناس تشتري منك، النجاح الحقيقي إنهم يحبوا يشوفوك موجود حتى لو ما اشتروش.